زواج من مطلقة. شو قصتكم اليوم؟ يمكن بده يتجوز لحتى بيسأل كثير عن الجواز. مع اكيد مع اكيد طبعا مع عادي مع اعتبر اختك هي المطلقة، إذا اجاها حدا تقول ما بجوزها لأنه هي مطلقة. يعني هي أولا وأخيرا إنسان. يعني هي بني آدمة وطلقت، يعني ما في نصيب. مثل اي علاقه صارت بالحلال وانتهت بالحلال، ما في مشكله يعني بالموضوع ابدا. عادي، وين المشكله؟ يعني اذا طلقت خلص صارت صفر على الشمال او صارت شخص ما منيح. لأنه اللي بتطلق أكيد هي ما بتكون مبسوطة بهاي الخطوة اللي رح تاخدها بحياتها. طلاق مو عيب، مو شي عيب، لأنه إن أبغض الحلال عند الله فهو الطلاق. إنسانة مثلنا عاشت تجربة، وهي تجربة بجوز تكون خطأ منها أو خطأ من شريك حياتها وطلقت، أكيد ما وقفت الحياة عندها. عادي، وإذا هو سنجل ما بنعرف هي الظروف اللي مرقت فيها، فهي تكون مطلقة أحسن ما تكون متزوجة وتعمل علاقات برا هاي العلاقة. عادي، يعني عادي كتير موضوع حالة اجتماعية، فبجوز هي ما يكون لها ذنب، بجوز كانت مظلومة بزواجها السابق. يعني اليوم البنت إذا طلقت بتقعد ببيت أهلها وخلاص، إنه بيسكروا، إنه مثل باب محل بيسكروا وتشمع محل وما بحرج، خلاص يعني بالنهاية أنثى. المتزوجه كمثال ممكن هي ما انسجمت بزواجها الاولاني، في مشاكل في هذا، بس انه هي محققه طبيعه تعيش حياه جديده. طيب بلكي هي تزوجت شخص هو كان سيء، فوين المشكله اذا هي منيحه واجاها شخص سنجل منيح وراسين بالحلال والحياه سعيده؟ أكيد ما لازم تكون يعني حرف ناقص عنا بالحياة، أكيد ما. بس للأسف في أشخاص كتير بمجتمعنا تفكيرهم تحت الأرض.